دي معصرة الزيتون، معصرة فيرجينيا. هنا هتلاقوا زيت الزيتون مختلف جدا، وكل حاجة بتتباع هنا مختلف. حتى بصوا الزحمة، زحمة يعني زحمة شديدة. مخللات زيتون بقى وكل حاجة هنا موجودة. دواء العملاء الزعتر بتاعنا وزيت الزيتون، لا زيت زيتون اكسترا فيرجن. تمام. بعدين الزعتر ده بقى زعتر، وكان احسن مرة ادوق فيها الزعتر اللي بزيت الزيتون هناك كده. انا اكيد مش فود بلوجر، ولكن في حاجة في السياحة اسمها الكالينري توريزم، او اللي هي الفود توريزم. يعني اللي هي سياحة ليها علاقة بالأكل. فبنلاقي ناس جاية من آخر الدنيا عايزة تجرب نوع أكل معين زي الكشري، زي الحاجات دي. ده طبعا صابون بالزيت الزيتون. هو حلو قوي لأن هو حاجة طبيعية كده. فعاملين بقى صابون بأنواع مختلفة، زي اللي هو لبان الذكر وحاجات كده كتير، أنواع مختلفة. كل نوع ليه استخدام معين للجسم أو للبشرة. وكمان في انواع بتستخدم للشعر، زي اللي هو صابون زيت الزيتون. الفيديو ده كان من كام شهر كده. فكان سعر الصابون وقتها ب50 جنيه او ب40 جنيه الصغيرة و50 جنيه الكبيرة. اكتر حاجة عجباني ان كل حاجة طبيعية هناك وبتتعمل قدامكم. زي مثلا الطحينة، بيحطوا السمسم كده وبينزل بقى، والسمسم كان نضيف جدا يعني الحاجة بجد كانت نضيفة قوي وحلوة قوي. وده زيت جوز الهند، هو حلو قوي، مفيد للشعر وبرضه للبشرة. وفي ناس بتستخدمه في الأكل، في أكلات معينة كده، مثلا زي أعتقد الكيكة والحاجات دي. في ناس بتحب تستخدمه بدل ما يحطوا جوز هند كده لوحده. هنا ده بعد ما اتعصر، ده الباقي منه، أو اللي هو يعني الناشف بقى. كان وقتها برضو السعر الصغيرة ب50 والكبيرة ب100 جنيه. ده الزيتون بقى، وكان عندهم كل انواع الزيتون. كان السعر للكيلو بيتراوح من 40 ل50 جنيه اعلى حاجة تقريبا. وكان حلو قوي بصراحة. يعني احلى زيتون اصلا معروف ان هو بيكون في مطروح والاماكن دي. هنا ده هو الزيتون اللي فات، ولكن هنا بقى معلب او حاطينه في علب، عشان انتوا لو عايزين مثلا تاخدوه تروحوا بيه مثلا سفر وكده، يبقى المقفول يعني كويس. هنا ده برضو بنفس السعر، بس زايد تقريبا 5 جنيه. يعني مثلا اللي ب50 بيبقى أغلى حاجة أصلا فيهم كلهم ب60 جنيه. عايزة أقول إن زيت الزيتون عندهم حلو جدا، وأصلا زيت الزيتون مفيد، خاصة هو معمول طبيعي 100% بالأجهزة اللي عندهم أو المكن اللي عندهم. حاجة كمان ان هما بيعملوا ما شاء الله كميات كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان هما يعني بيصدروها وكده، او في ناس بتشتري منهم كميات كبيرة وتسافر بيها. فبجد هو احلى زيت زيتون انا جربته. واحلى حاجة ان اسعارهم مش غالية، مش سياحية خالص. الاسعار كويسة جدا ورخيصة جدا بجد على الكواليتي بتاع المنتجات بتاعتهم. فبجد هتستمتعوا جدا بالمكان، انتوا تعملوا فيه شوبينج حلو قوي. وعندهم حاجات كتير قوي 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 طبيعية، زي الشاي وعسل طبيعي. عندهم حاجات كتير ممكن تجربوها. طبعا التمور والحاجات دي مشهورة في مطروح وفي سيوة وكده. فالمكان موجود في مطروح، وهسيب لكم العنوان في الاخر كده هتشوفوه. هسيبكم بقى مع الفيديو، واتمنى المكان يكون عجبكم. ولو حابين تسألوا اي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومنتات.